عندنا هنا 4 رايس كيكس عليهم سكوب واي متقلب عليها شوية لبن والكراميلايز بسكت ومحطوطة على الرايس كيكس. وعندنا هنا كوباية قهوة، شوطين اسبريسو عليهم شوية لبن، والباقي متعبيه مية. هو ده الميكس الصح، تاخد قطمة من هنا، بق قهوة من هنا، كده زي الفل. الماكروز والكالوريز بتاعت الوجبة دي موجودة هنا على السكرين. صباح الفل او مساء الفل على حسب انت بتشوف الفيديو ده امتى. ازيكم يا جماعه؟ معاكم عبد الرحمن من ايفولف وفيديو جديد، فلوج جديد. نبدا بقى الفيديو بدايه صحيحه، نتكلم كده مع بعض واحنا مفوقين. انا دلوقتي في طريقي الى ان انا اجيب مستر مهاب كونتنت. ما تنساش بقى ان انت تعمل لنا لايك، عشان زي ما انتم شايفين احنا بنحاول نوصل للخلطه السريه السحريه اللي ترضي جميع الاطراف. نسيت اتكلم عربي ازاي ولا ايه؟ مش مشكله، نشوف مستر مهاب كونتنت ونرجع لكم. مهاب المشطشط، المشطشط، مهاب المشطشط بالعدسه الجديده. يا صباح الفل او مساء الفل على حسب انتوا بتشوفوا الفيديو ده امتى. معاكم مهاب من ايفولف، انا عبد الرحمن ورا الكاميرا. دلوقتي هنقلب على الكاميرا ولا نخلينا لا يا عم، ده الكادر ضيق. بص بص بص، ضيق. حدثه جديده. بص الراجل صارف ومكلف ومفلس. دي حقيقة. فكاميرا صغيره، كاميرا كبيره، كادر واسع، كادر ضيق. هو كده الكادر ايه اصلا؟ ده واسع كده، واسع كده ضيق كده واسع كده ضيق. بس انت معلش، بس لا مؤاخذه، انت بتشاور لي على الساعه ليه؟ عشان انا واقف من شويه. ماشي، واحنا ميعادنا 3 والساعه 3:30 عادي يعني. صح ولا ايه؟ صح ولا ايه؟ ايه اقفل اقفل. بص بص، الكاميرا فين وانا فين وانا باين كلي اظن اهو يا شباب. دلوقتي في ابجريد تاني حصل. مستر مهاب كونتنت جاب عدسه جديده، فده معناها ان احنا هيبقى عندنا حركه اسهل من ناحيه الكادرات، فهو يقدر ان هو يبقى قريب مني والصوت يبقى واضح، بس في نفس الوقت الكادر نفسه مش ضيق. فدي برضو ايه، ادي ابجريد. يعني اظن ان احنا الابجريد سريع يا مستر مهاب، كل اسبوع الحاجه بتبقى احسن الحمد لله. النهارده عندنا تمرينه ابر بادي. هنتكلم برضو ونشوف الدنيا هتبقى عامله ازاي. ابر بادي يعني احنا بنتمرن جسمنا من فوق كله، تشيست، ظهر، كتاف، ودراعات. انت في تمرينة الابر بادي مش محتاج ان انت تتمرن تمارين كتير فشخ، انت محتاج ان انت تركز في ان التمارين اللي انت تبقى بتعملها تكون المجاميع بتاعتها فعالة، وتكون المجاميع بتاعتها معمولة بكواليتي عالية، وانت كده كده بتكمل الفوليوم او كثافة التمرين في الايام التانية اللي انت بتتمرنها لنفس العضلة. فزي ايه، خلينا نقول كده، انت الابر بادي دي بتجمع كل العضلات مع بعض بفوليوم معقول، وفي الايام التانية بقى انت بتدي الديديكيشن بتاعك للعضلات التانية اللي انت عايز تتمرنها. انا معرفش ليه هي الساعة 4، بس تحس ان احنا الساعة 7، الدنيا مغيمة جدا، واضح ان الشتاء هيبدأ يخش. هو دي حاجة انا ما بحبهاش الصراحة، بس الصراحة الصيف ده كان قاتل. فنشوفكم جوه الجيم، هنخبي الكاميرا ونخش. بصوا يا شباب، انا تمرينة الابر بادي عادة بحب ابدأها بتمرينة التشيست، وخصيصا الانكلاين تشيست. فاحنا هنبدأ دلوقتي اول تمرين انكلاين تشيست، بس هبدأ في الورم اب. وانا عادة بورم اب كده بالاحساس، مفيش عدد معين من السيتس انا بتمرنها لحد ما بطلع للوركينج ويت ونلعب بالتوب سيت. فيلا بينا. حاجه بقى مهمه جدا في الورم اب، ان انا كل ما الاوزان بتعلى كل ما بقلل العدات. يعني انا ده عملت 3-4 عدات، لان انا مش عايز احرق نفسي قبل ما اخش التوب سيت. في ناس بتعمل حركه انا ما بفهمهاش، اللي هو يقول لك انا بلعب وبزود اوزاني بالتدريج كل مجموعه. بالعكس، انت محتاج
ان انت تسيب الطاقه بتاعتك كلها لاول مجموعه، عشان دي اهم مجموعه. انا مش هقعد العب 12 عده بالوزن القليل وازود وازود وازود، وبل اصلا ما هوصل للوزن الاعلى وزن انا هلعب بيه انا اوريدي هبقى حرقت نفسي. فبالعكس سيب طاقتك لحد اول مجموعه توب ست، تبقى انت فريش، تبقى عضلاتك مرتاحه، وتبقى انت مسخن كويس علشان تقدر تشيل اتقل وزن تقدر تشيله باكتر عدات تقدر تشيلها باعلى انتنسيتي تقدر تعملها. فيلا بينا التوب ست المجموعه الثانيه. حاجه بقى انا بحب اعملها بالذات في تمرينه الابر بادي، هو ان انا اتمرن تمرينه اساسيه من كل عضله، اللي هو تمرينه تشيست، تمرينه ظهر، تمرينه كتف، وبعد كده اخش في التمرينه الثانيه من الظهر والكتف والتشيست برضه. فدي اول تمرينه ظهر، لا تبول داون على الجهاز ده، جهاز خرافي. انت لازم تطلعني كده عشان ما تفهمش غلط. بص هنا انا ده اللي كنت ببعت له البوسه عامه عادي يعني. تالت تمرينه واول تمرينه تشيست شولدر بريس. هنخلص الشولدر بريس وبعد كده نخش على تاني تمرينه من التشيست، تاني تمرينه من الظهر، تالت تمرينه من الكتف. فبلعب تمرينه كل عضله، كل عضلات تاخد نفس الاولويه تقريبا، وبعد كده نبدا نعيد في التمارين الثانيه، مش ان انا اخلص تشيست واخلص ظهر واخلص كتف فمثلا الكتف ابقى تعبان فيه فشخ، او لو احط الظهر في الاخر ابقى تعبان فيه فشخ، وهكذا. اول مجموعه تقريبا من الشولدر بريس، يلا بينا. هنبدا بقى دلوقتي نخش على الدراعات، وهنبدا بالترايسب. هنلعب سكال كراشرز بس بالبار ده اللي هو البار الزجزاج، وانا عامل البنش نفسه زي كاني بلعب انكلاين تشيست تقريبا، وهوريكم انا العبها ازاي. انا بلعبها في نطاق عدات عالي قوي لان الاوزان التقيله بتوجع لي كوعي، واحنا لحد دلوقتي مفيش كيبل، فبنimproفايز كده في تمارين التراي. فيلا بينا. احنا بقالنا تقريبا ساعة مستنيين، احنا في روستو بيقول لك ويتنج ليست، مستنيين ويتنج ليست، طلعنا لقينا فيه بتاع 6 ترابيزات فاضيين، فالموضوع غريب جدا. فاحنا هناكل وجبة محترمة كده لذيذة، شوف كده هنطلب ايه ونوريكم كل حاجة. دلوقتي وجبة زي دي هنحسبها ازاي؟ بصوا يا شباب، احنا كل واحد فينا هياخد نص كيلو من الشيش. الشيش ده صدور، حلو، 500 جرام قبل السوا هيبقوا حوالي 350 جرام بعد السوا، فدول تقريبا 350 جرام من الفراخ. عندنا تحتيهم رز وعندنا بطاطس. انا شخصيا مش هاكل لا البطاطس كلها ولا الرز كله، هاكل شويه من الرز، ولو جينا بصينا هتلاقوه بيلمع كده، فده معناه ان هو فيه شويه زيت محترمين. فانا من الاخر اللي هركز عليه هو ان انا اكل الفراخ بتاعتي دي كلها، واخد شويه رز حوالي مثلا 200-250 جرام، معاهم بقى شويه مخلل، شويه توميه، اللي هو من الاخر يعني الماكروز والكالوريز بتاعت الوجبه دي هتبقى موجوده هنا.
مهاب اثبت ان انا اللي باكل بسرعه مش هو اللي باكل بالراحه، لان ده يعني انا الحمد لله طبق تم النسف. دلوقتي انا ومستر مهاب قررنا ان احنا نلعب كول اوف ديوتي، ومهاب عمال بيقول لي بعرف العب قلت بعرف العب بي سي، فطبعا في فرق كبير قوي. فهو بسم الله ما شاء الله يعني راح في 60 داهيه. احنا هنكمل كده ونشوف. الواحد ربك هو الواحد، 2 يا الحسن يا الحسين، 3 بالله العظيم ما جاينا تاني، 4 صحبتنا حلوه مربعه، 5 عدد صوابع الكف، 6 شهور فتح مطر. طب يا شباب انا دلوقتي في البيت، قطعت مهاب في كول اوف ديوتي وعامل دلوقتي اخر حاجه تقريبا انا هاكلها النهارده. تعالوا نشوف هنعمل ايه. نجيب ايفولف ويل بالستروبري تارت، ناخد منه ايه يا معلم؟ قول سكوب ونص تقريبا. نجيب علبتين زبادي لايت. وبص الحركه دي، عايز تنزل الزبادي كله من غير ما توجع دماغك، اقلبها كده والسكينه تلاقي الزبادي كله نزل. والمعلقه يا باشا. بص اللون. بالنسبه للطعم كده كده معروفه، بس عشان خاطرك حتت الفراوله مع طعم الواي مع حتت الكراست بتاع التارت عاملين ميكس حلو كده ومخلي الزبادي طعمه جامد قوي. الماكروز والكالوريز بتاعت الميل دي تبقى موجوده هنا على السكرين. طيب يا شباب، دلوقتي الساعه 3:30 الفجر. الحمد لله خلصت الشغل اللي ورايا كله الحمد لله. ودي التوتال كالوريز والماكروز بتاعتي النهارده هتبقى موجوده قدامكم على السكرين. ودلوقتي يا شباب عايز اكلمكم في حاجه لا ليها علاقه بالجيم ولا ليها علاقه بالنيوتريشن، بس اعتبرني اخوك الكبير بيديك نصيحه جايلك من المستقبل. الكلام ده للناس بشكل اساسي اللي في ثانويه عامه او في الجامعه او داخله الجامعه، اللي هو في اطار السن ده اللي هو انت لسه ما تخرجتش. وحتى الكلام ده والله ينفع للناس اللي اتخرجت، بس انا جايلك من المستقبل. دلوقتي يا شباب سوق العمل ما عادش زي زمان، واللي كان بينفع من 5 سنين ما بقاش بينفع دلوقتي، بالذات بعد اللي بيحصل في البلد بتاعتنا الفترة دي. زي ما انتوا شايفين كل حاجة بتغلى على مدار الفترة اللي فاتت بشكل هستيري، يعني الموضوع بقى لا يحتمل. فدلوقتي من الاخر مفيش وقت ان انت تكون بتهزر ومش واخد بالك من دنيتك ومش واخد بالك من مستقبلك خالص. مفيش مجال للفرفرة تماما. فانت محتاج في الفترة دي حرفيا تستثمر وقتك كله في ان انت لما تتخرج من الجامعة يكون عندك ميزة تنافسية تقدر ان هي تفيدك في سوق العمل، يا اما تخليك تاخد بوزيشن او مكان في الحتة اللي انت عايز تشتغل فيها لان انت احسن من الناس التانية، يا اما تخليك ان انت تبقى عارف انت رايح فين من قبل ما تتخرج، يا اما تخليك ان انت تخش شركات او تشتغل في اماكن احسن بكتير من لو انت ما كنتش اشتغلت على نفسك الفترة دي. وخليني اقول لك انا اقصد ايه بان انت تشتغل على نفسك. في اول طريقة هو ان انت في الفترات بتاعة الاجازة، اجازة نص سنة واجازة اخر السنة، ان انت تكون بتعمل انترنشيبس او بتعمل تدريبات في الشركات مختلفة في المجالات اللي انت عايز تشتغل فيها، وده هيخليك عندك خبرة قبل ما تتخرج. ده احسن بكتير من ان انت تتخرج ويكون السي في بتاعك فاضي. هيفضلوك عن واحد تاني ممكن يكون تقديره احسن منك بس السي في بتاعه ما فيهوش اي خبرات. الموضوع مش هيبقى صعب ورهيب وبتاع، بالعكس شغل الانترنشيبس ده بيبقى عبيط، بس على الاقل بتبني علاقات ممكن تجيب لك شغل بعدين، بتخش اماكن وتشوف المناخ العمل نفسه شكله عامل ازاي، ومن الاخر كده بتلمس في فترة الشغل وبيبقى عندك فكرة الدنيا بتبقى ماشية ازاي. فلو انت مثلا على مدار 4 أو 5 سنين بتعمل لك انترنشيب و2 على مدار كل سنة، فانت تقدر ان انت تتخرج ب3 أو 5 انترنشيبس على حسب انت الدنيا ظبطت معاك بشكل عامل ازاي. فدي حاجة. تاني حاجة انت محتاج ان انت تتعلم مهارات
تقدر ان هي تخليك مميز عن الناس التانية، وفي مهارات تانية تقدر ان هي تكون اصلا مجال الشغل اللي انت تشتغل فيه بعد ما تتخرج. الحاجات دي زي ايه؟ الحاجات دي زي مثلا المونتاج، الفيديو اديتنج. الفيديو اديتنج عليه طلب كبير، لان في ناس كتير جدا بقت بتعمل محتوى، وفي ناس كتير ما عندهاش الوقت او ما عندهاش المهاره ان هي تمنتج فيديوهاتها الخاصه. ممكن تعمل لهم ريلز انستجرام، فيديوهات تيك توك، فيديوهات يوتيوب، والموضوع لا ينتهي. انت ممكن كمان تبقى انت بتصور، فتعرف ان انت تصور وتedit، فتقدر ان انت تعمل فلوس اكتر. تاني حاجه ممكن تعمل جرافيك ديزايننج. جرافيك ديزايننج يعني بمفهوم اكبر، مش بس بتتعلم فوتوشوب وتركب صورتين على بعض، لا خالص. في مجالات كتيره قوي 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 تقدر ان انت تعملها تحت الجرافيك ديزايننج. خلينا اقول لو انت تتعلم فوتوشوب، تتعلم الستريتور، فاللي هو تقدر مثلا ان انت تعمل باكجينج، تقدر ان انت تعمل لوجوز، تقدر ان انت تعمل سوشيال ميديا ديزاينز، ثامبنيلز، تأديت صور متاخده مثلا في افراح او في ايفنتات، حاجات كتيره جدا. في مجال تاني قوي جدا وهو مجال التك او مجال التكنولوجيا. تقدر ان انت تتعلم كودينج، فرونت اند بقى وباك اند ويو اي ويو اكس وويب ديفلوبمنت واب ديفلوبمنت، وموال كبير جدا، شغله ما شاء الله كويس فشخ ومطلوب وفلوسه حلوه قوي 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 قوي. بس طبعا هو محتاج ان انت تكون بتتعلم وبتنمي مهاراتك، والمهارات اللي انا بتكلم عليها دي لازم تستثمر وقت كافي فيها، بحيث ان انت تبني خبرة، يبقى عندك بورتفوليو، وتوصل لمستوى تقدر ان انت الناس تدفع لك فيه فلوس، فانت تقدر ان انت تطلب فلوس. مش هتتعلم، مش تاخد كورس فوتوشوب وتشتغل عليه اسبوع وبعد كده تقول يلا ادفعوا لي فلوس عشان اعمل لكم شغل. مفيش حد هيقبل بالشغل ده. انت محتاج توصل لمستوى حلو، توصل لليفل الشخص العادي ما يقدرش ان هو يعمله. الحاجات بقى اللي انا بقولها لك دي كلها اساسها لا يعني، ده بجد من اكتر الحاجات اللي هتفرق معاك هي اللغه. لو انت الانجليزي بتاعك ضعيف او معدوم، ابدا ان انت تتعلم ونمي اللغه عندك، بحيث ان انت تعرف تكتب ايميلات، تعمل برزنتيشن، تقرا وتفهم وتتكلم الانجليش، لان ده بجد حرفيا ممكن يخلي مرتبك يتضرب في 2، وممكن يدخلك شركات انت ما تقدرش تخشها من غير ما يبقى معاك لغة قوية. فمن الاخر اللي انا عايز اقوله لك، استثمر وقت الجامعة ان انت تلم خبرات، تعمل علاقات، يبقى عندك مهارات تقدر ان انت بعد ما تتخرج يا اما تجيب لك شغل في اماكن انت ما كنتش تعرف تخشها من غيرها، تزود مرتبك، وتخليك عندك فرص اكبر بكتير ان انت تتقبل. لو السي في بتاعك قصاد سي في حد تاني ينقوك انت، حتى لو هو تقديره في الجامعة احسن منك. زي ما بقولك يا شباب، دي نصيحة اخوية، عايز تسمعها مفيش مشكلة، مش عايز تسمعها برضو مفيش مشكلة، بس اعتبر ان انا بديك كده ايه، بفوقك واقول لك ان انت لما تتخرج هتلاقي نفسك واقف ملط. اعتبر ان فترة الجامعة دي فترة انت بتكتشف فيها نفسك، وبتلحق تشوف انت تنفع تخش في ايه، بحيث ان انت تتخرج من الجامعة عارف انت عايز تعمل ايه. لو انت عامل في حسابك ان انت هتفضل في الجامعة دي الدنيا زي الفل والدنيا لذيذة، وهتتخرج تشوف الكلام على ايه، هتلاقي في ناس اوريدي عاملة اللي انا بقوله ده، وهيبقى عندها ميزة تنافسية اكبر منك بكتير، وهيبقى عندها فرص اكبر منك بكتير. زي ما الشغل صعب جدا ان انت تخش فيه وان انت تلاقي شغل، زي ما في شغل كتير جدا تقدر ان انت تعمله وتعمل منه فلوس كويسة. لان خلينا صراحة، محدش يضحك عليك، في الفترة اللي احنا فيها دي الفلوس مهمة، لازم يكون عندك دخل يقدر ان هو يغطي مصاريفك، ويقدر ان هو يخليك تبني حياة. يا رب تكون الدنيا بتتحسن، لان احنا الموضوع بقى صعب، بس على الاقل تبقى انت بتلحق نفسك وعارف ان انت ماشي في الطريق الصح. بس كده يا شباب، مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، زي ما بقول لكم كلام حسيت ان انا عايز اقوله لكم. فلو عجبك الفيديو ده ما تنساش انك تعمل لايك، سبسكرايب، وتكتب لنا كومنت، وما تنساش ان انت تشوف الفيديوهات الاخيره بتاعتنا. بس كده يا شباب، اخش انا انام بقى. كان معاكم عبد الرحمن من ايفولف، اشوفكم في الفيديو الجاي. السلام عليكم. يا شباب، احنا تاني يوم البنك المركزي اصدر قرار ان كل كروت الديبت كارد سواء شركات او افراد ما ينفعش ان انت تستخدمها علشان تدفع بيها حاجات اونلاين. فلو انت عندك ويب سايت او ستور او بتعمل ادز او بتعمل اي حاجه من الحاجات دي، او بتدفع كورسات او مشترك في ايميلات او اي حاجه من الحاجات دي، اخبط دماغك في الحيط. من الاخر يعني، لو عرفت تخلع البلد دي اخلع. السلام عليكم.